البقاء لله يا جماعه. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك. احنا يا جماعه النهارده متجمعين عشان نعرف وصيه بابا الله يرحمه. تمام يا نادر. اتوكل على الله يا ريس. اتفضل يا استاذ شادي، افتح الوصيه وتوكل على الله. بصوا يا شباب، المرحوم الله يرحمه خلى الاستاذ محمد وصى عليكم كلكم، واي حاجه تطلبوها من الاستاذ محمد. الورثه هيتقسم عليكم، بس اي حاجه تطلبوها من الاستاذ محمد. نعم. نعم. ازاي يعني يكون اخويا اللي اصغر مني بساعه يكون واصي علينا كلنا؟ دي وصيه ابوك. بقول لك يا استاذ شادي، الوصيه ديت تشربها وتبلها وتحطها في لا مؤاخذه. استاذ نادر خليك محترم بعد اذنك. لا، انا محترم غصب عنك. واضح انك محترم قوي. انتوا عاجبكم الكلام ده؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم. عايز اتكلم في اقول ايه يا عم؟ يا عم سيبني في حالي. بقول لك ايه، لما يمشوا عايزك بره. ايوه، هنعمل ايه يعني؟ دي وصيه ولازم تمشي ولا ايه؟ ما تنطق. انا قلت لكم الوصيه بما يرضي الله، كما يرضي الله لازم الوصيه دي لازم تمشي عشان ابوك يستريح في تربيته. لو هو زي ما نادر مش عايز يمشيها، ابوك مش هيستريح في تربيته، فلازم الوصيه دي تمشي. لا 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 لا. الوصيه هتمشي يا استاذ شادي. ما انت لازم تبقى فرحان، ليه كده؟ ليه كده يا اخويا؟ ليه كده؟ انا مش عايز حاجه، وما كنتش عارف باللي ابويا الله يرحمه والله ما اعرفش. استنوا كلكم اللي جاي وانت اولهم. اللي عندك اعمله بذمتك انا اعرف الكلام ده؟ لا خالص. الوصيه ما اتفتحتش الا النهارده. يا اخويا خد اللي انت عايزه. مفيش حاجه اسمها خد اللي انت عايزه، دي وصيه ولازم تمشي. وصيه ولازم تمشي، وانت اللي واصي عليهم كلهم. وصي ايه بس؟ لما اخواتي حتى مني ليه يا ابويا تعمل فيا كده؟ ليه؟ دي وصيه يا استاذ محمد. ايوه كلامك صح يا ابني، عشان يرتاح في تربته. انا مش هحضر بقيه القعده واستنوا اللي جاي، وانت بالذات يا محمد. براحتك. انت شايف كده يعني؟ خلاص، عايز تمشي امشي. سلام. تمام يا استاذ شادي، ابويا وصيته هتمشي غصب عن اي حد. تمام. مالك يا ابني متعصب ليه؟ عمال تهيس. ما يبقى واصي علينا، ده هبل، ده لسانه معوج. تمام، الحل عندي، بس هتسمع مني. لازم الكلام اللي اقولهولك يبقى بيني وبينك، محدش يعرف عنه حاجة. محدش يعرف عنه حاجة. اقسم بالله العظيم 3 ما حد ثالث هيعرف اللي ما بيننا. المهم الكلام اللي هقوله محدش يعرف عنه حاجة، لان احنا الاتنين هنلبس لو حد عرف. امسك ده. ايه ده في حبة حاجة ساقعة، وهو بيشرب، وانت اخويا وحبيبي وانت واصي عليا وحبيبي، وشربها له. وخلي بالك دقيقة هيكون انتهى.
وهخليك انت الوصي، هخليك انت كل حاجه. تمام، انا الوصي وهديك كل حاجه، انا موافق. بس ممكن ما اشربهاش، ولا اقول لك هشربها له بالعافيه عشان اخلص منه. الواد ده بكرهه اصلا ما بحبهوش. الوصي ايه؟ ولا الوصي ولا الوصي. الله يرحمك يا، ولا اقول لك منك لله يا ابويا. تخلي واد ده ابو رسام معوج قال ايه واصي علينا. انا الوصي. تمام يا معلم. محمد انا بموت يا محمد، بموت. محمد سامحني يا ابو زيد، سامحني. كنت عايز اموتك، كنت عايز اموتك بس فعلا من حضره. حفظ لأخيه. أوقع. سامحني يا أخويا. كده بس بعد شر عليك يا أخويا. بعد يا ريت انا لموت بعد الشر. والفيديو دوت انا عملته مخصوص عشان كل اب بيحاول ان هو يعمل وصيه ما تعملش وصيه. انت لما تموت صدقني انت ما انتش عارف ايه هيحصل بعد ما تموت. ولادك ممكن يموتوا بعض بسببك. فنصيحة لكل أب ما تعملش وصية. عايز تعمل وصية علشان خاطر توصي على حد، لكن ما تفرقش وما توزعش ورث أولادك وما تخليش حد وصي على حد. سيبها لربنا وكل واحد ياخد حقه، عشان خاطر هتتسأل تحت يوم القيامة.